السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أصدقائي. في الفيديو بتاعنا النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم، إزاي أسلوبنا في الكلام والحديث بيأثر على نجاحنا. في عامل خطير جدا الناس بتستهين بالعامل ده، بيكون سبب أحيانا في نجاحنا، عن الشهادات أو الذكاء أو العلاقات مع الآخرين. العامل ده هو أسلوبك في الكلام وطريقتك في التعبير عن نفسك. مش بس انت بتقول ايه، لكن انت بتقوله ازاي. الكلام هو أول صورة عنك قبل ما الناس تعرف أخلاقك أو خبرتك أو قدراتك. بيشوفوا أسلوبك وانت بتتكلم. انت بتتكلم بهدوء ولا بعصبية؟ كلامك واضح ولا متلخبط؟ بتختار ألفاظك ولا بتتكلم عشوائي من غير ما تفكر؟ أسلوبك ممكن يخلي الشخص اللي قدامك يثق فيك ويحترمك ويسمعك للآخر، وفي نفس الوقت ممكن أسلوبك يخليه يقلل منك ويقفل باب الحديث معاك ويرفضك حتى لو انت عندك حق، لأن أسلوبك بيعكس شخصيتك. طريقتك في الكلام مع الآخرين بتوضح حاجات كتير عنك. بتوضح هل انت واثق من نفسك ولا دايما متردد؟ هل انت شخص راقي في الكلام ولا سريع الغضب؟ الناس تلقائيا بتربط بين طريقتك في الكلام وقيمتك، لأن الشخص اللي بيعرف يتكلم بهدوء وباحترام بيعتبر شخص ناضج وناجح في نظر الناس حتى قبل ما يقدر يثبت ده. انت لو في شغلك او في علاقاتك مع الاخرين او في حياتك عموما، الناس مش هتديك فرصة تثبت فيها نفسك عشان تنجح غير لما تحس انها مرتاحالك. واسلوبك في الكلام هو مفتاح القبول عند الاخرين. يعني كلمة لطيفة هتقولها للاخرين في وقت صعب هتأثر فيهم، او نبرة هادية لصوتك بدل الصوت العالي، أو احترامك لرأي الآخر حتى لو مختلف معاك. كل ده هيخلي الناس تحب تتعامل معاك. النجاح عمره ما بيجي لوحده، ده وراه تعاملات بشرية. النجاح وراه إزاي بتتعامل مع الآخرين، وأسلوبك في التعامل معاهم، وأسلوب حديثك معاهم إزاي. لأن في فرق كبير بين شخص بيتكلم كتير وشخص تاني بيعرف امتى يتكلم وامتى يسكت. الإنسان الناجح بيفكر قبل ما يرد، بيختصر الكلام من غير ما يقلل منه، بيشرح من غير ما يعقد الموضوع للآخرين. وأحيانا جملة واحدة تقولها في وقتها الصح تعمل اللي 100 كلمة ما قدرتش تعمله. ولاحظ ان اسلوبك وقت الغضب هو اللي بيكشفك، لان اي حد يقدر يكون هادي وهو مرتاح، لكن ازاي انت بتتكلم وقت غضبك او وقت ما تكون متعصب؟ هل انت بتجرح اللي قدامك، بتغلط فيه، ولا بتحافظ على احترامك؟ الناس بتنسى المواقف لكن ما بتنساش الكلام الجارح، وده ممكن يهدم سنين من شغلك ونجاحك في لحظة. ده كمان مش كلامك مع الآخرين اللي بيأثر في نجاحك، كلامك مع نفسك. دايما بتكلم نفسك كلام سلبي: أنا مش نافع، أنا فاشل، أنا مش هقدر أوصل. الكلام ده هيخليك تصدق نفسك وهتتصرف على الأساس ده، ومش هتعرف تنجح حتى لو الفرصة جت لحد عندك. الناس الناجحة دايما بتتكلم مع نفسها بلغة تشجيع وثقة وصبر. مش كل الناس
عندها نفس الفرص، بس كل الناس عندها لسان تقدر تتكلم بيه بأسلوب يفتح ليك كتير من الأبواب المغلقة أو يرفعك. ومع الوقت هتعرف إن اللي بيعرف يتكلم صح بيعرف إزاي يوصل وإزاي يعيش صح وينجح صح. لو عايز تنجح ما تركزش بس على هتقول إيه، لا، ركز كمان على هتقوله إزاي للآخرين. يعني خلي كلامك أهدى، أذكى، وأصدق وأقرب للقلب، لأن النجاح مش صوت عالي، النجاح كلام واصل للآخرين. وافتكر دايما إنك ممكن تخسر فرصة عمل أو حتى تخسر شخص قدامك، مش عشان أنت مش شاطر، لكن عشان معرفتش تتكلم صح أو أسلوبك كان غلط. كلامك مش مجرد حروف، كلامك هو صورتك، هو احترامك، هو مفتاح لأبواب كتير في حياتك. اختار نبرة صوتك واختار كلماتك، لأن النجاح محتاج صوت هادي مش صوت عالي، ومش محتاج جدال كتير. النجاح محتاج كلام واعي في الوقت الصح وبالطريقة الصح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.